ورحمة الله تعالى وبركاته. عندكم الكبادي ديال الدجاج موجودين بوفرة في الثلاجة وما عرفتوا شنو غديروا بهم؟ اجي نوجدوا واحد الوصفة يا اما للعشاء يا اما للغدا، بطريقة عصرية ومبتكرة مرافقة بواحد لاصوص كتجي غزالة وبنينة، وكذلك بلي فخيت اللي كيتوجدوا كيجي سوفلونت. بالنسبة لي فخيت غنقدمها معكم في الفيديو المقبل. بالنسبه للكبده عندي هنايا نص كيلو ديال الكبده. غسلته مزيان كما كتشوفوا ورقدناهم في الخل وفي الحامض وشويه ديال الملحه وشويه ديال البصله، الطريقه المعتمده ديال الغسيل. اما بالنسبه للتوابل عندي هنايا معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال بودره ديال الثوم، ومعلقه صغيره ديال الملحه. هنايا عندي تقريبا شي 6 المعالق ديال القزبر ومعدنوس مقطع طريفات صغارين. كما كتعرفوا بالنسبه للشرموله اللي كيكون فيها التحميره كلشي كتبغي المعدنوس والقزبر. هنايا عصير ديال حامضه واحد ديال حامضه وحده. الحامض كيعطي لها واحد لوغو زوين. انا من الاحسن ما تستعملوش الخل، استعملوا الحامض اللي كيعطيها واحد لوغو زوين. هذه بالنسبه للمقادير ديال الشرموله. وكنضيفوا شي 3 المعالق ديال زيت الزيتون. الا ما كانش متوفر زيت الزيتون يمكن لكم ديروا الزيت العاديه. كنخلطوا هذا الخليط ديالنا حتى كتدخل ديك الشرموله في قلب ديك الكبادي ديال الدجاج. كنخلطوهم مزيان ونغطيوهم ونخليوهم حتى يتشرب لهم ديك الخليط مزيان، باش تعطينا واحد البنه زوينه. قد ما تشرب الخليط قد ما البنه غطلق لنا في ديك الكبادي. من بعد ما تشرب لنا الخليط هنا خليته تقريبا شي 3 سوايع، درته في واحد المقله وحطيتها فوق النار كما كتشوفوا، ودرت عليها تقريبا نص كاس ديال الماء. ما بانش هنايا الماء، درت عليها تقريبا نص كاس ديال الماء. بالنسبه للطياب تقريبا طابت ربع ساعه. كما كتعرفوا الكبادي ما خصهاش طيب بزاف باش ما تيبش، خصها تبقى شويه طريه. كنحيدوها من المقله ديالنا ولا الطنجره. كما قلت لكم هنايا انا راني طيبتها في الطنجره، في المقله عفوا. بقيت كنحيدهم وخليت عي ديك المرقه اللي غنحضر بها لاصوص كما سبق ليا قلت لكم. هذه هي المريقه اللي هبطات ليا من الكبادي، هي اللي غنحضر بها لاصوص. كنضيف هنايا انا هنايا ضفت 3 المعالق ديال المايزينا. الا كان يمكن لكم تضيفوا الطحين ماشي مشكل، ولكن ما ديروش الخطا اللي درت انا، ديروا غير 2 معالق. هنايا كان جاني شويه ثقيل وعاودت خففته، زدت له شويه د الماء باش يخفف ليا، وبقيت كنحرك باش ما تكون لياش ديك الحبيبات في لاصوص. بقيت كنحرك على نار هادئه حتى كيعقد ديال الخليط وكياخذ ديك القوام اللي بغيتو ياخدو. بالنسبه للوصفه ديال هذا النهار هانتوما كما كتشوفوا كتجي غزاله، الكبيده مشرمله بلاصوص ديالها. هنا زينتها بالزيتون ودرت هاد لي فخيت هادو اللي ان شاء الله اللي غنشاركهم معكم. وشكرا.